والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي المستمع، هناك 3 ساعات يوميا في رمضان لا تفرط فيها مهما كان الثمن، فإنك إذا حافظت عليها، وهي 3 ساعات بعدد أيام الشهر، يكون المجموع 90 ساعة، وهن كالتالي: الساعة عند الفطر، جهز فطورك باكرا وتفرغ فيها للدعاء، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ادع لك ولأحبابك ولا تنس أموات المسلمين فإنهم يحتاجون منك الدعاء. وأما الساعة الثانية فهي آخر الليل، اجعلها خلوة مع الله سبحانه، فإنه ينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فأكثر فيها من الاستغفار. وأما الساعة الثالثة فهي جلوسك بعد صلاة الفجر في مصلاك حتى الإشراق، هذه 90 ساعة، فاحرص على باقي الوقت بالذكر واجتناب الغيبة، فإنها تحصد الأعمال. واعزم أن لا تفوتك صلاة فريضة، واستغل النوافل، فإنما هي 30 يوما، وما أسرع ما نقول انقضى، والله المستعان. 3 أدعية لا تنسونها في سجودكم: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أخي المستمع، حتى إذا نويت نشر هذا الكلام انوي به خيرا، لعل الله يفرج لك بها كربة من كرب الدنيا والآخرة. وتذكر: افعل الخير مهما استصغرته، فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.